السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ مرة تانية في فيديو جديد. الفيديو النهاردة هكلمكم فيه عن تليفون نازل عامل ضجة في السوق، او بمعنى اصح في كل الاسواق. والتليفون ده من شركة هواوي، وهو هواوي بي 60 برو. التليفون ده عايز اقولك ان هو توب في كل حاجة، سواء تصميم، سواء كاميرات، اداء، كل حاجة. في الفيديو ده ان شاء الله نمسك التليفون ونفصصه حتة حتة، ونعرف ايه المميزات بتاعته وايه العيوب بتاعته. اهم حاجه بحب اتكلم عنها، بمجرد انت ما تجيب التليفون ده، العلبه بتاعه التليفون ومحتويات العلبه. التليفون ده جاي معاه الشاحن بتاعه، ومعاه الجراب والدبوس بتاع الشحن. فبصراحه دي حاجه حلوه جدا ان شركه هواوي في الفلاج شيب بتاعها ما بتقلدش بقيه الشركات التانية، لا واخده طابع خاص بيها هي. انا هتعامل بالطريقه بتاعتي، مش هقلد اي حد تاني. مش زي سامسونج مثلا، اول ما تشوف ابل بتعمل حاجه على طول تجري وتقلدها، لا مفيش الكلام ده. طيب بالنسبه للتليفون بقى، ايه المميزات بتاعته؟ اول ما تمسك التليفون كده تحس ان انت ماسك قطعه فنيه. بصوا على التصميم عامل ازاي. طبعا التصميم بالكامل من الازاز، بس تحس ان هو الخامات بتاعته من الرخام مش من الازاز. خامات ممتازه جدا، وطبعا الفريم من المعدن، وطبعا معاه شهاده ان هو مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68. نيجي بقى للشاشه الممتازه جدا. هواوي بقى ابتدت ترجع في الفلاج شيب بتاعها الديزاين بتاع الكيرف، مديه كيرف بسيط جدا للشاشه دي. والشاشه دي بالمناسبه من نوع اوليد بحجم 6.67 انش بتردد 120 هرتز، وعليها طبقة حماية رهيبة. لو مسكت التليفون قعدت تكسر فيه مش هيتكسر. غير طبعا الشاشة بتاعت هواوي بتديك تجربة مشاهدة ممتازة، على خلاف اي شاشة تانية انت جربتها قبل كده. بتشوف الالوان على حقيقتها فعلا. وعشان تكتمل معاك تجربة المشاهدة، مدينك في التليفون سماعة ستيريو سبيكر، سماعة محترمة جدا وقوية جدا. زائد طبعا ان البصمة بتكون موجود اسفل الشاشة. هي بتلقط معاك من اول مرة، بس تحس ان المكان بتاع البصمة صغير جدا، مش هياخد صباع ايدك كله. يعني مكان محدود لازم انت تنشن فيه بالظبط عشان تقدر تجيب البصمة. بس هي ما فيهاش اي مشكلة، بمجرد ما انت ما بتحط صباعك في اقل من ثانية التليفون بيفتح معاك. نيجي بقى للاداء الفوق ممتاز اللي موجود في التليفون ده. التليفون ده جاي بمعالج من سناب دراجون 8 بلس جين 1، ده بتكنولوجيا 4 نانومتر. معالج فوق الروعة، بيعمل معاك اللي انت عاوزه. طبعا مش هكلمك عن تجربة العاب، مش هكلمك عن استخدامك اليومي، الكلام ده كله مش هكلمك عنه. مش محتاج طبعا ان انا اتكلم عنه، لان المعالج ده تقريبا من اقوى المعالجات اللي موجودة في السوق. طبعا النظام اللي شغال على التليفون ده نظام من شركة هواوي، وهو هارموني او اس 3.1. ده بديل لنظام الاندرويد. طبعا هو ما بيدعمش نظام الاندرويد، بس انت ممكن تلاقي جميع خدمات جوجل في الاب ستور بتاع هواوي. كل الخدمات دلوقتي بقت متاحة، وتقدر ان انت تشغلها عادي جدا من غير اي مشكلة. نيجي بقى للبطارية، ودي بصراحة اللي مستغربها شوية. البطارية بحجم 4815 ملي امبير. هو رقم غريب شوية، وتحس البطارية برضو صغيرة حبتين. بس هي معاها شاحن في العلبة بحجم 88 واط. شاحن ممتاز بيشحن التليفون كده. غير كمان التليفون ده بيدعم الشاحن العكسي بقوة 50 واط. بس هو البطارية برضو ما زالت حجمها صغير. لو انت هتمسك التليفون ده تفحته شغل، البطارية تخلص معاك، تحتاج ان انت تشحنه مرة تانية. نيجي بقى للكاميرات. بصوا، هم ما سابوش حاجة غير وعملوها فوق الممتاز. يعني ان هم ما فيش غلطة. الكاميرات في التليفون ده جاي ب3 كاميرات خلفية. اول كاميرا معانا 48 ميجا بكسل، دي فتحة العدسة بتاعتها متغيرة. دي معاك من اول f1.4 لحد f4. مفيش تليفون تقريبا في السوق فيه الميزة دي. ده غير ان هو فيه OIS مثبت بصري، ده في كل العدسات مبدئيا. هتاخد صورة تحفة ما بتغلطش من الكاميرات دي. برضو تصوير الفيديو في الكاميرات دي بتصور لحد 4K. ده بالنسبة طبعا للكاميرا الأساسية، وكل الكاميرات التانية. الكاميرتين التانيين كاميرا 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2، دي عشان خاطر تصور معاك الترا وايد. الكاميرا التالتة 48 ميجا بكسل، دي كاميرا تيلي فوتو. تجربة تصوير ممتازة في التليفون ده. برضه الكاميرا السيلفي 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4، وبرضه بتصور فيديو لحد 4K. والجميل بقى في التليفون ده ان هو بيدعم خاصية ال NFC، دي طبعا حاجة مفروغ منها. وكمان بيدعم ال IR، ده اللي اتعودنا ان هو يكون موجود في تليفونات شاومي. شركة هواوي حطاه في تليفونها.
حاجة ممتازة جدا برضو علشان تقدر تتحكم في اي جهاز عندك عن طريق التليفون. نيجي بقى للعيوب اللي موجودة في التليفون ده. كل اللي انا قلته ده حلو جدا، بس في عيبين 3 كده بصراحة مضايقني فيه. اول حاجة ان هو ما بيدعمش الجيل الخامس ال 5G. هتقولي طب وال 5G اصلا مش موجود في معظم البلاد دلوقتي. طب يا عم افرض قالوا لك بكره هنحط 5G، تليفونك ما بيدعمش 5G وانت لسه جايبه جديد بقى وفرحان ودافع فيه مبلغ وقدره، فبعتبره عيب بصراحه. العيب التاني ان هو مش بيدعم خدمات جوجل، بس البرامج بتاعته تقدر تنزلها عادي. يعني هم حلوها في ان انت البرامج بتاعت خدمات جوجل موجوده على الاب ستور بتاعهم، بس برضو في ناس ما زالت بتقلق من الموضوع ده، فبعتبره عيب برضو، لان القلق ده يعتبر عيب. يعني ما ينفعش تجيب تليفون وانت مقلق منه. العيب التالت بقى بصراحه وده بجد عيب، البطاريه 4815، يعني 5.5 6 حلو على التليفون ده علشان خاطر يكفي معاك اليوم كله. العيب الرابع سعر التليفون ده نازل رسمي في السعوديه بسعر 4200 جنيه، يعني بالمصري على الورقه والقلم بسعر الريال في الوقت الحالي هيكون عامل 34515. ده طبعا من غير ضرايب، من غير فممكن يوصل له مثلا 40,000 بالحبشتكنات بتاعتنا. فممكن تكون صفقه كويسه وصفقه وحشه على حسب انت عاوز ايه. كده اكون وصلت لنهايه الفيديو، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سلام.